موعد عيد الفطر بالمغرب 2023 هو موعد عيد الفطر بالمغرب. قبل قليل من الآن وردنا هذا الخبر الجديد العاجل والهام والذي يهم كل المغاربة. قبل ما نتعرفوا على هذا الجديد ديال هذه التفاصيل الإخبارية اللي متعلقة بموعد عيد الفطر بالمغرب، ما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. فور علمنا بها ناتيكم بكل الأخبار الصادقة أينما كنتم ومن مصادر جد موثوقة، نوافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المتعلقة بالمملكة المغربية الشريفة، وشكرا جزيلا لكم. ثاني حاجة وبعجالة ما فيها باس نبارك لكم العيد قبل ما يحين الوقت ديالو. فعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. والآن إلى التفاصيل. فبخصوص موعد عيد الفطر بالمغرب لهذه السنة سنة 2023، فحسب توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن يوم 21 أبريل اللي هو الجمعة المقبل سيكون بإذن الله هو أول أيام عيد الفطر بجل الدول العربية. وأضاف المعهد بأن عيد الفطر هذه السنة سيصادف يوم الجمعة، وهذا الأمر من الأمور النادرة التي لا تحدث إلا مرة كل عدة أعوام، والعلم لله. لكن في الغالب أنه يوم الجمعة 21 أبريل سيكون هو أول أيام عيد الأضحى، بخلاف اللي كيروج مواقع التواصل الاجتماعي. فالكثير من الناس يظنون على أنه يوم السبت هو عيد أو أول أيام عيد الفطر، ولكن غالبا فبإذن الله موعد عيد الفطر سيكون يوم الجمعة. متقاعدين وكذا الدعم المباشر للأسر الفقيرة. قبل قليل وردنا هذا الخبر الجديد والعاجل والذي يهم المغاربة، خصوصا المغاربة الفقراء، وكلنا فقراء عند الله. إليكم التفاصيل. عن تفاصيل هذه الأخبار الجديدة والتي وردتنا قبل قليل والتي تهم المغاربة، خصوصا المتقاعدين أيضا الأسر الفقيرة، والذي يهم بخصوص الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة والهشة، حيث طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة القانون المالي لسنة 2023، قانون مالي تعديلي لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة، وتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة. وجاء في بلاغ توصلت الصحافة بنسخة منها أن بلادنا تعاني من تفاقم ارتفاع معدل التضخم المؤدي إلى ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك وسلع وخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30%. وشكون الضحية فهادشي كامل؟ هو المواطن المغربي الفقير الذي اكتوى بنار ارتفاع أسعار هذه المكونات أو هذه المنتوجات، وبدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي. وحسب ذات المصدر ارتفعت أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 50% عما كانت عليه قبل 3 سنوات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أصبحت أغلب الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع تعاني من تداعيات وآثارها المدمرة للقدرة الشرائية. وذكر البلاغ أن أغلب الأسر المغربية تواجه اليوم خطر حقيقي داهم يتهدد منها أو أمنها الغذائي واستقرارها الغذائي بسبب ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات والطاقة، وتآكل قيمة أجور الأغلبية الساحقة من الموظفين والعمال والمتقاعدين. وأوضح المصدر ذاته أن الوضعية المأساوية لم تزد إلا في توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سوء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات آلاف من الشباب بجيش العاطلين. وبالمقابل تستمر الأسر الميسورة وتجار الأزمات في الاستفادة من هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة.